روت لنا البتول خير القصص حديث سبطيها وطاها والنبي. روت ان فاطمة خير النساء عن حديث الخمسة اصحاب الكساء. قالت الوالد اجاني بحالة صعبة، قلت له ابدي لك حياتي يا ختام الانبياء. قال اشعر ضعف ما عندك غطاء، قلت له عندي قطعة من هذا الكساء. وراح شفت البدر يضوي بيه انوار السماء، عطر الافواه دوموا للابد بعالي الصوت ذكر المصطفى الهادي محمد. وبعد ساعة ولن دخل ابن الحسن قال شمراء أحد جد هنا أظن؟ قلت له موجود وتحت ذاك الكساء. وراح سلم طلب من جد الإذن وقال له يا جدي أريد أنضم إليك وأنا أريد أسمع حديث ومواعظ كل زمن. وقال له باب الكون يحفظ بيك هاي الأمة من كل الفتن، وعطروا الأفواه دوموا للأبد بعالي الصوت ذكر المصطفى الهادي محمد. وبعد لحظة حسين يسألني ويقول أنا شم رائحة جد المصطفى يم البتول. وبعد لحظة حسين يسألني ويقول أنا شم رائحة جد المصطفى يم البتول. قلت له جدك ذاك يا نور العيون، وذاك أخوك الحسن يم جد الرسول. راح سلم وطلب من جده بعد إذن الدخول، رد له وجاوبه يا ابني أنا منك وانت مني، ادخل ويانا وإلك هذا القبول. عطروا الأفواه دوموا للأبد بعالي الصوت ذكر المصطفى الهادي محمد. وبعد لحظة وبعد ساعة ولن دخل حيدر علي سلم ويسألني وبصوت الجلي أنا شم ريحة ابن عمي وهلي. قلت له موجود ويا أبنائي تحت ذاك الكساء. سلم ورد له وقال ادخل يا علي وانت الولي، وانت منزلتك مثل هارون من موسى إلي. عطر الأفواه دوموا للأبد بعالي الصوت ذكر المصطفى الهادي محمد. فاطمة طلبت بعد إذن الدخول، رحب المصطفى بيها وقال ادخلي يا البتول، وانت يرضى الباري من ترضين عنا، وانت يرضى الباري من ترضين عنا، ويغضب الرحمن لجلك وانت حيرت العقول، وانت ام الحسن وام حسين اسباط الرسول. عطر الافواه دوموا للابد بعالي الصوت ذكر المصطفى الهادي محمد. هبط جبريل بأمر رب البرية، هبط جبريل بأمر رب البرية يبلغ الهادي وجميع البشرية. هبط جبريل بأمر رب البرية يبلغ الهادي وجميع البشرية، يخبر المصطفى والأصباط والزهرة وعلي حامل حمية، مخلقة أرض وسماء ولا شمس بيها وقمر ولا فلك بالكون يدور إلا من أجل الرسول وأهل بيته، والشفاعة عندهم الكل البشر، وهاي من الله بعد أجمل هدية. عطر الأفواه دوموا للأبد بعالي الصوت ذكر المصطفى الهادي محمد.